احنا موجودين 2019. الهدف من البروجكت بتاعنا كان زياده البلاستيك في العالم وازاي بيأثر على حيوانات في البريه او في البحر. فاحنا بنحاول في البروجكت ان احنا نقلل البرودكتس اللي البشر بيستخدموها احاديه الاستخدام بالبلاستيك يعني. فعملنا برودكتس تكون تستبدل الموضوع ده، زي من خلال مثلا اكياس الساندوتشز بتاعت الاطفال اللي بيروح بيها المدارس. احنا عملنا اكياس ثانيه مختلفه من بيبر باجز تدي نفس الكفاءه ونفس الاستخدام، وفي نفس الوقت بتحاول تقلل من الاستخدام البلاستيك. برضو الشوك والمعالق والسكاكين اللي الناس بيستخدموها وقت العزومات حاولنا نعملها خشب عشان تكون بايوديجريدبل، ففي نفس الوقت ترجع للبيئه تاني وما تبقاش ملوثه. برضو عملنا كي تشين باجز عشان الشوبينج، بدل ما الناس بتستخدم شنط بلاستيك كبيره وقت الشوبينج، لا ممكن يستخدموا الكي تشين باجز دي، وفي نفس الوقت هي بيكون ليها تشين عشان تحط في الميداليه فما ننساهاش خالص. أنا إجلال محمود، عندي 66 سنة. بدأت من حوالي سنة إن أنا أعمل حاجات لأن كان عندي وقت، لقيت عندي وقت طويل. أنا ليه ما أعملش حاجة تفيدني؟ كنت بعمل حاجات وأوديها لأصحابي، أو بدأت بمربة الكركديه. بعد كده قالوا لي لا إحنا عايزين، عجبتهم جدا، قالوا لي عايزين نشتريها. فابتديت أعملها للبيع. ابتديت أعمل منتج تاني، جنزبيل كاندي، برضو طلب مني أيام الحظر عملته. بقعد اذاكر الحاجه مره واثنين وثلاثه وكتير علشان اطلعها بطريقه حلوه. بعد كده ابتديت اعمل جرانولا بالبندق مره، باللوز مره، بحاجات كتيره، مكونات كتيره جواها. لقيت نفسي بنشغل، لقيت نفسي بقى لي حياه، الناس عرفتني، بقيت احضر معارض، ما بقتش قاعده على الكنبه، لا انا بقيت واحده بنزل وبشتغل. في اي سن ممكن نعمل كل حاجه احنا حابينها، بس المهم نعملها بصدق وبحب، هتطلع مننا ناجحه جدا.